صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه الاخبار؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الخضره بتاعه المحشي عدت. كنت زارعه حبه في البلكونه، في طاجن فخار كده باظ مني، فحطيت فيه شويه تراب زرع وبتاع، وزرعت شويه خضره، فعيالي بوظوهم. ماشي، يعني هي بعد ما نبتوا فعيالي جلبوا التربه فباظوا. انا مش متخيله دلوقتي بصراحه على العودين دول اللي احنا بنشتريهم ب5 جنيه. لا، ده كان زماني بقيت غنيه بصراحه. يلا الحمد لله. بقى انا كده يا بنات جبت كام بصله. تمام، حبه الخضره دول يا بنات على فكره انا اشتريتهم، بس اشتريتهم من محل، والله كنت فاكره ان الخضره فيه هتبقى غاليه. تمام، لان اللي شفته بره ما عجبنيش، دبلان كده وبايظ خالص. فدول لقيتهم يعني نوعا ما جداد كده وماسكين نفسهم. ماشي، بس ايه يعني يعني انا بجيب اللي هي كانت الرابطة ب5 جنيه، وفي ناس بتستغل الوضع وكده وبتبيعها ب6 وب7. تمام، بيبقى عشان جال الصيف وعشان مش عارف ايه والحوارات دي. فالمهم يعني لا بالعكس، انا دخلت المحل. تمام، فانا لقيت الرابطة ب3 جنيه. ماشي، فلا والله بصراحة اتبسطت. بس يعني تعوضت في الطماطم، حبة الطماطم دول ب50 جنيه. وبصل، انا فرمت البصل الاول حطيته على النار. تمام، وانا بفرم الطماطم، على فكره يا بنات الطماطم لما تفرميها للمحشي ما تدوسيش عليها جامد، يعني خليها تكون اللي هي ايه اكنها مبشوره. وفي ناس كمان بتعمل اللي هو نصها بتفرمها في الخلاط ونصها التاني بتقطعه كده على ايدها. وكمان في حاجة تانية، يعني انتي مثلا وانتوا بتعمل البصل وكده، بعد ما البصلة تبدأ تصفر امسكي كده معلقة كمون. كمون صحيح يا بنات، مش مفروم. ماشي، مش مطحون. وحطيه على البتاع ده، على البصلة بعد ما تصفر. ماشي، وشمي بقى الريحة، يا لهوي حاجة تانية. دي بنت يا بنات، معرفش، كل ما تلاقيني بصور بتيجي لازم تعمل الحركات دي. دي بقى الصلصة بتاعت المحشي. على فكرة ما تسبكتش كويس، لاني ابني معدته تعبان اليومين دول، ادعيله يا بنات ربنا يشفيه يا رب. فما حبيتش ان انا اسبكها جامد وكده، لان هو بيحب المحشي، بيحب المحشي جدا. فمش هينفع احنا ناكل وهو لا، وفي نفس الوقت برضو يعني هي الاكله دي هي اللي بقى اللي جاهزه عندي، فاللي هو ايه مش متاح بديل، او البديل لسه في حاجات ناقصه منه مثلا، فهنزل اشتري. فقلت لا، يعني خلينا في دي سالكه وكده، ومش مشكله عادي، يعني انا ما سبكهاش كويس وبتاع فهياكل منها عادي. الحمد لله برضو اكل، وانا كمان ما زودتش اللي هي الماده الدهنيه، ما زودتش الزيت. في ناس بتحط الزيت وتحط عليه معلقه سمنه. جربوها بزيت بس يا بنات، من غير ولا سمنه ولا زبده ولا الحوارات دي خالص. جربوا المحشي بالزيت بس، يعني هتلاقوا حاجه تانية خالص، فاهمين؟ بس انا يعني عندي عتب، يعني الست اللي اختارت اللي عملت المحشي دي عملته ليه؟ يعني عارفين يا بنات اللي عملت المحشي دي اكيد ايه؟ عارفين سارة مكاتب اللي هي بتقولك ايه؟ افطري الحقي فطري جوزك قبل ما سارة مكاتب تفطره. ماشي، هما دايما الست اللي هي بتبقى رقم 2 لازم بتبين ان هي ايه احسن من الاولى، فاهمين؟ فاللي هو ايه كل بقى ما يكلمها مثلا مراتي مش مراتي، يعني مثلا لو جالها ان مراتي بتصحى تقولي صباح الخير وانا متضايق، هي اول ما تشوفه ح... كده، فاهمين؟ بس فاللي هو ايه بتحاول دايما تعدل على الاولى، يعني بتعرف مثلا هو ايه اللي مضايقه في الاولى، واللي هي ايه تتفاداه ما تعملهوش، فاهمين؟ فهي بقى ايه يعني اللي اختارت المحشي دي، اللي اخترعت المحشي دي اكيد واحدة كانت حابة تثبت ان هي احسن من حد. لان مستحيل 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 واحدة بكامل قواها العقلية تروح تعمل اكلة زي المحشي دي كده. ده بتنجان يا بنات، نوعا ما دي انا اكلتها. المجوار ده على فكرة يا بنات حلو جدا، احلى من التاني ده اللي هو اللي شبه السكين ده. ماشي، بص بيطلعها ازاي. انا كده كده بحتفظ بيهم دول. ماشي، لاني بحطهم في الصينية تحت المحشي. تمام، وممكن كمان بشوحهم بحبة زيت صغيرة وحبة توم وكده وطماطماية وبتاع، فلا بيبقوا حلوين. تمام، اللي اخترعت المحشي ده يا بنات واحدة كانت حابة تثبت ان هي احسن من الباقيين. ماشي، مستحيل واحدة تكون بكامل قواها العقلية
دي طريقة تانية يا بنات للتجوير، ان انت تشوفي بقى انت هتجوري لحد فين وتظبطيها بقى بصباعك، وبعدين ايه تلفيها بحيث ان انت ايه ما تخرميش البتنجانية من تحت. بنتي على فكرة كانت بتجور معايا من ورا الكاميرا، ماشي، وعايزة اقول لكم ان انا خرمت كوستين وهي لا. بس والله كان ابني التاني على ايدي وكده، فكل بيديني بقى كل زجة وزجة فبتروح جاية في الكوسة، فالحمد لله يعني سهلة ان مش انا اللي اتعورت، يعني سهلة لو جت في الكوسة سهلة. فدي طلعت بايظة يا بنات. فالمهم ايه، يعني انتي جاتلك كرومبا يا ستي خلليها، يعني جاتلك كرومبا يعني اسلقيها وكليها على كده، خلليها. يا ولية خلاص بلاش منها خالص يا ستي ما تشتريهاش. جالك حبة فلفل خلليهم، اجليهم، اعملي مسقعة، يعني جالك حبة كوسة اعمليهم طبيخ، اعمليهم بشاميل، اعمليهم اي حاجة، اجليهم وحط عليهم دقة كده زي دقة البتنجان. انما يعني ايه اللي جاب في دماغك ان انت تجيبي الكوسة وتجوريها ولا ولازم نخططها من بره؟ ليه بقى احنا يعني انا ليه اخطط الكوسه من بره؟ ما انا اعمل الكوسه، هيقولوا لي ما خططتش الكوسه اهي، روحي نامي، روحي انا ماسكاكي. نعتذر على هذا العطل الفني. ما علينا. يعني ليه بتخطط الكوسه؟ يعني انا لو ما خططتش الكوسه من بره هل ده هيأثر على طعمها؟ يعني ايه اللي هيحصل لو انا ما خططتهاش؟ بس ايه، هذا ما وجدنا عليه اباءنا. تمام. وايه، وجور الفلفل وجور البتنجان. ليه يا ست بتنجان؟ ليه؟ ما البتنجان طول عمره بيتعمل بابا غنوج وبيتعمل مسجع ويبقى حاجة تانية. دي كوباية قهوة كده يا بنات تظبط الدماغ وانا شغالة، بصراحة القهوة بتعدل دماغي شوية. وعلى فكرة يا بنات انا بحب المحشي، بحب المحشي جدا، ماشي، بس انا لو ما طلعتش لقيت المحشي ما كنتش اعرف ان انا بحبه، يعني ما كنتش هدوقه، فما كنتش عارفه ان انا بحبه، فما كنتش هعمله، ماشي. انما اني انا يعني يا لهوي يا لهوي بياخد طول النهار، طول النهار تجور وتحشي وتقشر وتعمل. طب المره دي الحمد لله ما فيش كرنب، يعني المره دي كان فلفل وبتنجان وكوسه، ما بالكم بقى لو في كرنب ولا وكمان ورق عنب بقى، لا ولا اللي طلعوا لي في اليومين دول محشي بصل. هو بصراحه طعمه حلو ما انكرش، هو طعمه حلو، بس ليه يا ناس ليه؟ يعني والله العظيم الموضوع صعب، والله الموضوع صعب جدا. والمشكله ان اكله زي دي يعني انت بتاخد منك 3/4 اليوم وتلات ارباع النهار، وبتبص في الاخر ايه؟ يعني بتخلص يعني بكده كده لو ما بتلحقيش يعني. طب خلولي مثلا حبة اسخنهم في العشاء ولا بتاع، لا مش هنخليلك، فاهمة اللي هو يا طولت منه في الغدا يا ما طولتيش، ماشي. فلا ليه؟ طيب ليه؟ يعني ليه أكلة بتفرهدنا؟ الرخامة عندي مكسورة يا بنات، ربنا يا رب ما يقدر على حد. انا عندي بتاعة الدولاب المطبخ اللي فوق، في تنظيفات العيد وكده، بعد ما خلصت تنظيفات العيد فبصوا يا دوبك بفرد ظهري، يا دوبك سمعت حاجة ايه خبطت رزعت كده في المطبخ، دخلت اجري بقى اشوف في ايه، لقيت دولاب المطبخ من فوق، الحمد لله فدا عيالي. لقيت دولاب المطبخ من فوق يا بنات كله في الارض، ماشي. اطباقي كوباياتي كله كنت شايله فيه خزين برضو، كله يا بنات كله في الارض كله، حتى الخزين يعني ربنا العالم يعني كميه قد ايه باظت مني، بس يعني الحمد لله فدا عيالي. عارفين يا بنات المطبخ وجع في، يعني بصوا في نفس المكان اللي ابني الصغير عنده سنه تمام، اول ما بيدخل لي المطبخ بيقعد لي فيه، ماشي. يعني هو كان في الوقت ده لسه يدوب بيتعلم يوجا، فالمطبخ وجع في نفس المكان اللي هو بيقعد لي فيه، وانا اصلا لسه كنت يدوب بفرد ظهري، ماشي، انا كنت لسه طالعه بابني من المطبخ ما كملتش 10 دقايق. فالحمد لله انا بالنسبه لي لو المطبخ كله ولع حتى، ماشي، فلا فده طبعا فده ابني. بس كده يا بنات، دي الكمية كلها حوالي كيلو ونص بتنجان وكيلو فلفل وكيلو كوسة، ماشي. كده جاهزين. دي بتنجانية، بس دي على فكرة مش انا اللي بوظتها، ده بنتي هي اللي بوظتها، يعني انا بوظت كوستين بس والله. الخلطة هي بيضة ماشي، بس مش بيضة للدرجة، يعني هي الإضاءة بتاعت البتاع ده بتاع الكاميرا هي اللي مبيضاها زيادة عن اللزوم، تمام. انما هي ما كانتش بيضة اوفر كده، فاهمين؟ لا هي كانت اغمق من كده سيكا،
البتنجان الموف ده يا بنات بحسه احلى في المحشي من الابيض والاسود. انا مش عارفه بصراحه هو انه فيهم بتاع المحشي. تمام. بس انا عامه ايه، اي بتنجان بيجي في وشي بحشيه، بحبه بقى، بحبه. اي نعم هو مطلع عنا بس بنحبه. تمام. وخصوصا كمان ايه، يعني انا عندي عيالي يعني شايفين البتنجان الصغننه دي، يعني دي بالنسبه لهم كبيره. بيموتوا في البتنجان اللي هو الصغنن خالص، يعني اللي هي البتنجانه دي ايه قد عقله الصباع مثلا. واحده ماجي يا بنات. وبصوا على فكرة عايزة اقول لكم كمان ان انا المية زادت مني. يعني خلي المية تبقى في نص المحشي. بس الكلام ده لو في الفرن، يعني خليها تغطي المحشي لو انت هتحطيه على البوتاجاز، فنص المحشي لو انت هتحطيه في الفرن. فانا زادت مني، بس انا حطيتها خدت غلوة على البوتاجاز. تمام. وبعدين دخلتها الفرن بحيث ان هي، لان انا الفرن بتاعتي كهربا وكده، والكهربا كارت يعني فعشان كده حطيتها اخدت غلوة وكده على البوتاجاز. تمام. وبعدين دخلتها الفرن. ماشي. وده البتنجان بقى والكوسه. حبة الكوسه دول كيلو يا بنات، كيلو. يعني عارفين والله حتى الميزان ما بقاش فيه بركه، والله مش عارفه ازاي. ربنا يرفع البلاء يا رب، ربنا يرفع البلاء يا رب، ويكون معانا دايما. حطيت واحدة ماجي برضه عليهم يا بنات، وحبة ملح. الناس اللي بتحشي الناس اللي بتزود الملح المحشي حبة لبن. يا جماعة هو مش رز معمر. بس هنا زودت برضو ايه حبة مية، ودي برضو كمان المية زادت مني فيها، لان انا بعد ما قفلت الكاميرا زودت حبة مية تاني فزادت برضو مني تاني. ماشي. المفرش ده بلاستيك يا بنات. هو يقال ان هو خطر، بس انا بصراحة بينفعني عشان بقلب عليه المحشي وكده. وكده كده من المحشي مش بيستنى لما يبقى خطر ولا مش خطر، هو بمجرد ما بيتحط على الصينية ويتحط على الطبلية فلا خلاص، يعني كبروا 10 دقايق بالكتير بيكون اتاكل. حبة محشي يا بنات يستاهلوا بقكم والله، فعلا كان طعمه قمر قمر قمر. اعملوا لايك يا بنات، واعملوا اشتراك في القناة، ما تبخلوش عليا. يا رب المحشي يكون عجبكم. هستناكم برضو ايه في فيديو تاني. يلا كده احلى شوية محشي بصراحة، احلى شوية محشي. هو صح الجو صيف بس اهو ماشي حالهم. المحشي ده بصراحة يا بنات ما بيجيش معاه صيف ولا شتاء، يعني هي بتطلب محشي تقومي تعملي محشي. ماشي. فحوار شتاء وصيف والكلام ده لا 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 مش بتفرق. دي البتنجانات الصغننين. لا والله تسلم ايديا والله. وهنا بقى ايه العيال قرروا ياكلوا في البلكونة، ورحنا اكلنا في البلكونة.